ازيكم؟ معاكم أدري. عملت ايه يا صديقي بعد نهاية اليوم الأول من الجولة 36؟ اتخزوقت زي حالاتي ولا اتروقت؟ يلا بينا نشوف تشكيلتي كانت عبارة عن ايه وأنا عملت ايه مع نهاية اليوم الأول. وزي ما انت شايف يا صديقي 13 بوينت والافريج 15. انا ما عملتش اي تغييرات الاسبوع ده، نزلت بنفس اللعيبه، بس انا قلت امبويمو مش هيعمل حاجه النهارده وعمل اسيست. وقلت مايكلينكو ايفرتون مش هتطلع بكلين شيت، وفعلا ما طلعتش بكلين شيت، بس مايكلينكو جاب جون. وبالتالي زي ما انت شايف انا عندي على الدكه في 14 بوينت منورين. طمني على دكتك اخبارها ايه؟ المهم نرجع للتشكيله. زي ما انت شايف يا صديقي سيلز حراسه المرمى وميلانكوفيتش. اتمنى ان الاثنين دول لما يلعبوا الماتش بتاعهم قدام ليستر سيتي يطلعوا بكلين شيت، وميلانكوفيتش كمان يطلع يعمل لي اي اتاكينج ريتيرز، يجيب جون، يعمل اسيست، يعمل اي حاجه عشان يلحقني من اللقطه اللي انا فيها. اما دوهارتي في وولفز الحمد لله الحمد لله ضاع منهم كلين شيت قدام برايتون ودخل فيهم جونين، وبالتالي طلع لي بنقطه واحده. كيركيز نفس الكلام طلع لي ب 2 بوينت. اما دي بروين طلع لي ب 3 بوينت عشان الكلين شيت اللي هم طلعوه، لا جابوا جوان ولا عملوا اي حاجه. 3 بوينت. ومرموش نزل لي في الدقيقه حاجه و80، عشان بدل ما كان ينزل لي مكانه امبويمو جاب لي هو نقطه واحده. اما عن كونيا اللي لعب النهارده الحمد لله الحمد لله خرج بدري ومعاه يلو كارد فاخد انذار، وبالتالي طلع لي بزيرو بوينت. فاضل لي مين؟ الكابتن عندي للجوله ايزاك ومحمد صلاح وميرفي وثنائي نوتنغهام فورست. اتمنى يا صديقي الفرقه يعني دعواتك يا صديقي ان اللي فاضلين دول يعملوا اي حاجه، لان بصراحه الجوله كده حالتها صعبه. طمني عليك يا صديقي، انت عملت ايه؟ مين عندك كابتن الجوله؟ هل هو امبويمو ولا صلاح ولا ايزاك ولا مين بالظبط؟ وجبت كام بوينت مع نهايه اليوم الاول؟